السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى. عاوتاني رجعت للبادية. هاد المرة غادي نقدم لكم وصفة لإزالة حب الشباب، وهنا كنوريكم في الزيتون. هاد الوصفة هادي بالماء المرجان. ماء المرجان هو واحد الماء كي ماء عادي كيزيدوه على الزيتون وكيطحنوا الزيتون وكيتكون الزيت بوحدو، وهذاك الماء بوحدو والحشف بوحدو. هذاك الماء كيسميوه ماء المرجان. هذاك ماء المرجان صحي بزاف بزاف وزوين زوين، عنده منافع كتيرة، مزيان للشعر، مزيان لحب الشباب. عن تجربة يعني كيزيل حب الشباب من يعني الاستعمال. نقول لكم 3 ايام 4 ايام كتبداو تشوفوا الفرق وكتداوموا عليه، كيبدا كيختفي غير بشويه بشويه حتى كتهناو نهائيا من حب الشباب. غادي نقدم لكم وصفه سهله، وان شاء الله اللي كيعاني من هذا المشكل يجربها. الوصفه كنحتاج الغسول، هذا الغسول ديال الباكيه، والماء مغلي، وماء المرجان. ها هو غادي نوريه لكم. كيكون اللون ديالو احمر وكيكون فيه ريحه الزيت زيتون. كنفزق هذاك الغسول بالماء المغلي حتى كيكون قاصح. الا درتو ليه الماء بارد اولا تضيفوا عليه ماء المرجان مباشره ما غاديش يذوب ليكم، خاصو ضروري الماء مغلي طيب يعني باش يتكون عجين هلاكا. هو بعد ما رطاب هذاك الماء اللي صبيت عليه، ها هو غادي نبدا نضيف ماء المرجان وانا كنخلط. خاصكم القوام ديال الغسول ما تكثروش ليه الماء مغلي في الاول باش ما يجراش ليكم. هذاك الماء مغلي كنحتاجوه غير باش يفزق لينا الغسول، ونزيدو عليه الماء اللي غادي يكون فيه ان شاء الله علاج لحب الشباب. عن تجربة يعني، راه ولد خالتي كان فيه بزاف بزاف بزاف، وهو كان كيستعمله غير في القطن. كيشد القطن كيفزقو في هذاك الماء ديال المرجان، وكل ليله تيفزق كيمسح به الوجه ديالو وكيخليه حتى كينشف وكينعس به حتى الصباح وكيغسل بالصابون. هذا علاش قلت لا ما نشاركش معاكم هاد الوصفه الزوينه بزاف. وكنتمنى يا ربي تزوروا قناتي، واللي مشترك عندي يدعمني باللايك، واللي مازال ما اشتركش عندي يشترك عندي. صافي هذه هي الوصفه ديال الغسول، كتطبقوها على الوجه ديالكم حتى كينشف صافي وكتغسلوها. هذه تستعملوها في الاول النهار الاول، والايام الاخرى كتبقاو تستعملوا كيف قلت لكم القطن. كتبلوه بهذاك الماء ديال المرجان وكدهنوا به الوجه ديالكم في الليل حتى ينشف، وكتنعسوا به حتى الصباح. كنتمنى يا ربي تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وإلا عجبكم هاد الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. وشكرا.